السلام عليكم حبيباتي، مرحبا بكم معي فيديو جديد على قناتي الحسناء. كيف ما شفتوا في العنوان البنات غادي نوجد معكم اليوم الحريرة المغربية الأصيلة بجميع المراحل ديالها بالقوام ديالها، وغنوريكم السر ديال البنة ديالها باش تجيكم بنينة. غتفكركم بالحريرة ملي كتكون كطيب في ايام زمان. المهم البنات ما تنساوش تدعموا القناة الا كنتوا اول مره كتشوفوا القناة، ما تنساوش تابوناو وخليو اللايك ديالكم. المهم البنات، كأول مرحلة غادي تشدوا كاسرونة غديروا فيها مطيشة. هاد المطيشات اللي عندي انا راه كبارات، وحاولوا اختاروهم يكونوا طيبات، يعني يبان لكم حمرات هكا وطيبات باش ما تجيكمش الحريره حامضه بزاف. المهم صافي كتحطوهم على البوطه بشويه الماء. هنا البصله الخضاريه هي اللي صراحه كتعجبني في الحريره، دابا هادي راه وقتها. هنايا درت واحد العظم هكا فيه شويه ديال اللحم غير على حساب البنه. الا عندكم اللحم ني تقطعوه، الا بغيتو ديروها بالدجاج ديروا البنه ديال الدجاج، المهم نتوما لكم الاختيار. هنايا الكرافس والقزبور. هنا كنت رطبت العدس بواحد الساعه قبل باش يلاه ما يتجلفش ليا ويجي مزيان. هنا كنشد الكرافس كنحيد منهم دوك العواد. هنا راه كلشي مغسول، غير كنحيد يعني كندير دوك اللمسات الاخيره، كنحيد دوك العويدات اللي كيكونوا فيه دوك الخيوط، حيت ما واخا كيطيبوا كيبقاو كيديرونجيوكم في الماكله. صافي هنا قطعتهم رقاق. كاين اللي كيخلي دوك العواد هكاك طوال، المهم كل واحد والطريقه ديالو في الحريره. انا هذه هي الطريقه ديالي، تبعوا نفس الطريقه ونفس المراحل وغادي البنات تجيكم كتحمق، غتجيكم واحد البنه فيها مختلفه. صافي هنايا القزبر ما عندنا حتى كنقطعوه، كنحتفظ واحد شويه في التبصيل نحتاجوه على تالي. صافي هنايا المطيشه ديالي كنخليها تقريبا واحد 10 دقائق كتجلف ليا بواحد السهوله. نتوما محتاجين كاع الموس يعني، حيت جلوف غير بيديا، ومطيشه زوينه صراحه طايبه. صافي هنا كنحيد القلب، ضروري تحيدوا هذا القلب، وغادي ديروها في المولينيكس البنات وغطحناها بشويه ديال الماء. هاد لاستيوس هي اللي كتخلي لكم البنه ديال الحريره زوينه ومختلفه، يعني كتبداو تشموا اصلا في الريحه ديال الحريره ملي كتبدا هاد المطيشه كطيب. المهم انا هذا هو السر ديال الحريره ديالي، وهذه هي الطريقه اللي كنتبع ديما. والحريره هذه وقتها دابا الحال بارد، مزيانه، فيها الكرافس، فيها العدس، فيها يعني جميع المكونات اللي مفيده للجسم. صافي هنا كندير كلشي البنات في الكوكوت، وكما قلت لكم كل وحده وطريقتها. كاينه اللي كتشد هادشي وكتقليه، عاد كدير الماء، عاد كتسد على داكشي في الكوكوت. انا البنات كندير كلشي في دقه. نتوما كيف ما كتشوفوا معايا، الحمص كان عندي ديجا مفزك في الفريغو، درتو حتى هو صافي، ودرت العدس، المكونات الاخرين صافي، درت مطيشه. هنا زدت الماء الكافي. الماء غديروا الماء من الاول اللي غيكفيكم، ما تبقاوش كل شويه تزيدوا في الماء، حتى هاد القضيه كتخلي الحريره ديالكم تجي باسله. هنا صافي كندير التوابل كيف ما شفتوا، الابزار، الخرقوم، العرق، سكينجبير عندي طري حكيتو صافي، والملح، القزبور يابس. كاين اللي كيدير القرفه في الحريره، انا ما كتعجبنيش، ما كتجينيش زوينه. صافي هنايا زيت العود وشويه ديال السمن باش يعطي البنه ديالو، وغندير الفلفل المهروس. صافي غنخلط هادشي، نخلط هاد المكونات كاملين مع بعضياتهم، وغنسد على الكوكوط ديالي ونخليها طيب تقريبا من 20 دقيقه حتى ل 30 دقيقه على حسب الحمص واش كيطيب دغيا. صافي نسد عليها. هنا من بعد ما طاب داكشي كنتاكد ان الحمص صافي طاب ليا. اش كندوز ندير في المرحله الثانيه، كندير مطيشه الحك مع شويه ديال الماء سخون، كنحركها باش تطلق ليا وكنزيدها. صافي من بعد اشنو كندير مايزينا. كاين هنا الناس اللي كيدوروا الحريره بالفورس العادي، انا ما كنديروش، كندوروا بمايزينا، وصراحه كتجي زوينه حتى هي. وهكا على حساب الناس اللي كيضرهم المصران داكشي حسن ليهم يديروا مايزينا. هنا كتزيدوا شوي بشوي، ما كتزيدوش دفعه واحده، كتزيدوا شوي بشوي، ومن الاحسن تكونوا كتحركوا. انا مع هذا التليفون يعني ما قدرش نحرك ميم طون، فصافي غير كبيت هداكشي وبديت كنخلط باش هذاك النشا ما يتكورش ليكم. الشعريه هي الاخيره كنزيدها، كندير فيها شويه ديال زيت العود. صافي كندخل فيها داك زيت العود، عاد كنرميها مره نحرك. وكمرحله اخيره كنزيد البيض. انا كتعجبني الحريره بالبيض، هاد الطريقه تعلمتها من عند خالتي، حتى البيض كيجي زوين في الحريره بحال هكا بهاد الطريقه. صافي في المرحله الاخيره كنزيد القزبر ومعدنوس اللي عزلت في الاول معكم. صافي كنبقى نحرك، ملي تشوفوا الكشكوشه ما بقاتش في الحريره عرفوها راه طابت.
ومره مره ذوقوا وتيستيو الملح واش هو هذاك ولا لا، واش القوام هو هذاك. صافي وبقاو مره تحركوا في الاخر. صافي تقريبا واحد 5 دقائق ملي كتزيدوا داك القزبر والمعدنوس والبيض صافي وكتطفيو عليها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الحريره. كنتمنى تتبعوا هذه الطريقه ديالي، راه كتجي بنينه. وما تنسونيش البنات من الدعم ديالكم، دعموا القناه، ديروا لايك، ونتلاقاو ان شاء الله فيديو ماجيه. تهلاو ليا فراسكم ومع السلامه.